كطبيب جلدية، خلوني أوضح لكم عن موسم الأمطار. أول ما يبدأ موسم الأمطار، خصوصاً في نوفمبر، ديسمبر، يناير، وفبراير، اللي يصير إن الجلد يبدأ ينشف. فالحين السؤال أو القلق هو وين تتعامل مع جفاف البشرة؟ كل واحد لازم يتعود يستخدم مرطب للبشرة. ليش نستخدم مرطب؟ المرطبات تحتوي على السيراميدات اللي تضمن إن فقدان الماء من الجلد يظل متوازن خلال هالة مواسم. عشان جذي لازم تحط المرطب أول ما تخلص من الاستحمام الصبح والمساء مرتين باليوم. لما يكون في قطرات ماء على جسمك بعدما تنشف نفسك بالمنشفة، خل شوية قطرات تظل على بشرتك. حط المرطب عشان مع المرطب الماء بعد يظل محفوظ داخل الجلد. رطب بشرتك بشكل منتظم. مع استخدام المرطب حاول تأكل فواكه غنية بالماء. ليش الفواكه الغنية بالماء؟ لأن الفواكه اللي فيها ماء كثير غنية بفيتامين سي، وهذا يقوي مناعتك عشان مع تغيرات الجو هذا مناعتك تكون أقوى وما تتعرض للفيروسات اللي تنتشر بها الموسم. وتأكد بعد إن شعرك وبشرتك يحصلون كمية كافية من الماء. الإنسان العادي اللي وزنه تقريباً 50 كيلو لازم يشرب على الأقل لترين ماء باليوم، ولازم تتأكد إنك تنام بوقت مناسب. تأكد إنك تنام قبل الساعة 10 صباحاً بالليل، لأن في شيء اسمه إيقاع الجلد اليومي يشتغل الصبح وله دور بالليل، فكل ما تأخرت بالنوم أكثر يتلخبط إيقاع جلدك اليومي، وبهالحالة ممكن يصير عندك تساقط شعر أو طفح جلدي أو أي مشاكل وراثية عندك ممكن تتفاعل بها لفترة. مثلا إذا عندك جين البشرة الجافة وكانت ما تنام عدد الأيام اللي راحت، فجأة تلاحظ إن بشرتك صارت جافة بدون سبب واضح، وهذا لأن قلة النوم هي السبب اللي خلت الجين يتفاعل، لأن في جين وراثي عندك كان ساكت، فلما مناعتك نزلت بسبب قلة النوم الجين تفعل وصرت تشوف جفاف البشرة بشكل واضح. عشان جذي لازم تعطي نمط حياتك أولوية عشان تحافظ على بشرة وشعر صحيين. كل أكل صحي. تأكد إنك تضيف الفواكه والمكسرات في أكلك، ونام بوقت مناسب.